اوعي تكوني لسه بتسلقيه وبالطريقة القديمة بتعمليه. جربي تشوحيه وتدفي البيت كله بيه. شوربة العدس شوحيها وحطي الدقة والطش عليها، بجد طعم وريحة حكاية، الكل هينبهر بيها. طعمها مفيش ولا احلى ولا اجمل من كده. حل على النار يكون مقاسها مناسب للكمية اللي هعملها. نزلت بقى بمعلقتين من السمنة، وممكن زبدة وممكن زيت على حسب ما انت عايزة. هنزل بقى بالخضار بتاعي، جزرتين متقطعين مكعبات، وكمان معايا بصلتين متقطعين، وطماطمايه واحدة بس. ما تزوديش في الطماطم علشان ما تخليش شوربة العدس بتاعتنا لونها احمر. وكمان معايا كام فص من الثوم، ومعايا كمان حباية من البطاطس متوسطة، دي هتظبط معايا القوام. لو عندك كمان كوساية حطيها، هتزود معاكي القيمة الغذائية جدا. بدأت بقى شوحت الخضار بتاعي بسيط جدا على نار متوسطة، ونزلت بالعدس المغسول. العدس بتاعي هنا كوبايتين من العدس، غسلتهم كويس جدا جدا لحد كده ما تلاقي المية بتاعتك صافية ولونها مش متغير خالص. هنزل كمان بمكعب من مرقة الدجاج، وده اختياري على حسب رغبتك، بس هي بتدي طعم حلو جدا لشوربة العدس بتاعتنا. هبدأ بقى اشوح كده بسيط، انا مش عايزة التشويح يبقى وقت كبير، هو يا دوبك الطعم الخضار والعدس ياخد من التشويح. وهنزل بالمرقة او بالمية بتاعتي. انا بحب اعمل العدس الاصفر بمرقة الطيور، لو عندك مرقة، ما عندكيش خلاص ما فيش مشكلة، انزلي بالمية. واهم حاجة ان المية او المرقة تكون مغطية الخضار. هقلبها واسيبها على نار عالية لحد ما تاخد غلوتين، وبعد كده هقلبها وهدي النار عليها، هخليها نار متوسطة واغطي واسيب كده الغطاء موارب شوية علشان خاطر العدس ما يفرش ويبوظ البوتاجاز بتاعه. طب ايه ده يا بيبو، هو انت بتحمري بتنجان ليه؟ مش احنا بنعمل عدس وشوربة عدس؟ ما انا هقول لكم بقى. كان عندي حباية من البتنجان، غسلتها وقطعتها وعفرتها بالدقيق علشان ما تشربش زيت، وحمرتها وهعمل لها خلطة هتكون بتنجان مخلل، طعمها حكاية جنب العدس وشوربة العدس بتاعتي. بصراحة بتدي طعم حلو جدا جنب العدس. تعالوا بقى نعمل الطشة اللي هتخلي الفتة بتاعتك في حتة تانية خالص. شوية صغيرة كده من الزيت، وهنزل بحوالي 5 فصوص من الثوم. هشوح الثوم تشويحة بسيطة قوي، وهنزل بطماطمايه مقطعاها مكعبات صغيرة. هشوح الطماطم مع الثوم لحد ما الطماطم بتاعتي تدبل معايا، وهبدأ بقى أضيف التوابل بتاعتي. معلقة صغيرة من الملح، ورشة بسيطة من الكمون، ورشة بسيطة من الكزبرة الناشفة، وأقلب. وبعدين أطشها بمعلقتين كبار من الخل. مش عايزة أقولك بقى الريحة كانت عاملة ازاي، بجد ريحتها كانت جايبة لآخر الشارع وقلب البيت. الطشة دي هنستخدمها لفتة العدس وكمان البتنجان. وتعالوا بقى نضيف كده تركاية مميزة هتخلي الدقة بتاعتنا طعمها حكاية. كزبرة بقى مفرومة او متقطعة ناعم وضيفيها، واول ما تضيفي الكزبرة بتاعتك الخضرة اطفي النار على طول وقلبيها تقلبتين. يا نهار ابيض على الريحة والجمال، خطيرة. هضيف بقى جزء من الدقة بتاعتي على البتنجان، والجزء التاني هشيله علشان هنستخدمها في فتة العدس. زي ما انتوا شايفين كده بقى الطبق لوحده يفتح النفس. تعالوا بقى نشوف العدس بتاعنا كده استوى وتمام وبقى جاهز. طيب انا هعرف ان العدس بتاعي استوى ازاي؟ من الجزر او البطاطس، والجزر كمان اكتر حاجة بتاخد تسوية. فمادام لقيتي الجزرة بتاعتك اختبرتيها كده ولقيتيها مستوية هي وقطعة من البطاطس، يبقى انت كده العدس بتاعك تمام. هنضرب بقى العدس بتاعنا. طبعا لو عندك هاند بلندر هيسهل عليكي كتير ضرب العدس، ولكن لو هتضربيه في الخلاط لازم تستني لما العدس يبرد تماما، لانك لو حطيتي العدس وهو سخن في شفشق الخلاط لا قدر الله هيبوظ. اما الهاند بلندر مفيش مشكلة، ممكن هتضربيه وهو سخن فمفيش اي مشكلة خالص. زي ما انتوا شايفين انا ضربت العدس بتاعي بالبلندر وبقى ناعم وزي الفل.
بعد كده صفيت العدس بتاعي في مصفى تكون ضيقة جدا، وهبدأ بقى ارفع الحلة بتاعة العدس تاني على النار. معايا دلوقتي بقى طاسة على النار، وهنزل بمعلقة من السمنة، وبعدين هنزل بالشعرية. العدس بالشعرية بيبقى في منتهى الجمال. مش بحب ازود الشعرية قوي عشان احس بشوربة العدس، يعني حوالي نص كوباية من الشعرية، وابدأ احمرها مع التقليب المستمر لحد ما تاخد اللون الذهبي. الشعرية معايا على عين من البوتاجاز، وعلى العين التانية العدس علشان ياخد غلوة، وهبدأ أبهر العدس بتاعي من غير أي افتكاسات. بهارات بسيطة جدا، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، شطة لو حبة، وكمان رشة بسيطة من الفلفل الأسود. زي ما انتوا شايفين بقى معايا شوربة العدس بقت جاهزة وتمام، وكمان الشعرية بتاعتي أخدت اللون الجولد الحلو اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى بالشعرية على العدس بتاعي، وهقلب تقلبتين علشان خاطر الشعرية ما تكلكعش في شوربة العدس، وهديها غلوة واحدة وهطفي. وبعد كده الشعرية هتكمل السوا بتاعها من بخار العدس. زي ما انتوا شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، شوربة العدس بتاعتي بالشعرية في منتهى الجمال، اللون والقوام مظبوط وزي الفل. هبدأ بقى اعمل الفتة بتاعتي، وده العيش المحمص. حمصته في الفرن من غير اي حاجة خالص، زي ما انتوا شايفين كده، مقرمش ومتحمص من غير اي مادة دهنية علشان خاطر يبقى خفيف شوية، يعني الفتة ما تبقاش تقيلة. هبدأ بقى انزل بشوربة العدس بتاعتي، وهسقي العيش بتاعي كويس جدا. مش عايزة اقول لكم الاكلة دي بجد في قلبي، يعني من الاكلات اللي مغذية جدا، وتعتبر طبعا اكلة اقتصادية وقيمة غذائية عالية عشان خاطر الولاد، وما بتاخدش وقت، تك تك نبقى مخلصينها. سقيت بقى العيش بتاعي بشوربة العدس، وهبدأ كمان انزل بالدقة اللي احنا عملناها كده على الوش. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال. وكمان جنبها البتنجان المخلل اللي عملناه مع بعض. ودي كانت بقى وصفتنا النهاردة. اعمليها بالتكات اللي احنا عملناها والدقة اللي هتودي فتة العدس بتاعتك في حتة تانية خالص، مع شوية بقى البتنجان المخلل. وألف هنا، واستنوني في وصفة جديدة من مطبخ بيبو. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.